السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن. برحب بكل متابعي القناة. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل سويتر جلي شتوي بباترون ولا اروع من الباترونات الحلوة جدا والقيمة وسهل جدا وسريع. عبارة عن تكرار لسطر واحد بيتكرر على طول القطعة. طبعا زي ما احنا شايفين من الباترونات المزدوجة تقدري تشتغليها سواء للاولاد او البنات، بس اختاري الوان مناسبة على التطبيق. اتمنى يعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهارده خليني اذكر كل حبايبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مره انه دايما على صندوق الوصف هتلاقي اللينك الرئيسي للقناه، ومن خلاله بتبقي على الصفحه الرئيسيه وتقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقه التطبيق لباترون النهارده. الادوات اللي هستخدمها هشتغل على خيوط صوف متوسطة السمك بلونين مختلفين. طبعا نفس الباترون تقدري تستخدمي الخامة المتوفرة عندك، ولو حتى حابة تعمليه من لون واحد هينفع. زي ما احنا شايفين كده الخيوط دي هشتغل عليها بإبرة رقم 4 مليمتر. هحتاج لإبرة التنظيف، المقص، اي ماركر او دبابيس عشان نعلم اثناء الشغل، وكمان لوحدة قياس بالسنتيمتر علشان نعرف ناخد القياس اللي هنشتغل عليه. علشان تشتغلي معايا نفس الباترون لاي سن ولاي مقاس باي وحده قياس بالسنتيمتر بالشكل ده كده، وبلف من المزوره حوالين محيط دوران الراس. الرقم اللي بيطلع عندي على نهايه الدايره هو ده المفروض رقم البدايه اللي ابتدي عليه السطر الاول. بس بما اننا بنشتغل على الصوف، والصوف بيبقى عليه مطه شويه، وعشان السبرينه تبقى مناسبه على منطقه الرقبه وما تبقاش واسعه، فممكن الرقم الفعلي اللي بيطلع عندنا نقل عنه 2 او 3 سم ونبتدي نشتغل. ده معناه ان انا لما بلف بالمزوره بالشكل ده كده، سي انا اخدت المقاس واجيه مثلا 25 سنتيمتر، فانا بقل لحد 23 او 22 وابتدي اشتغل السطر الاول. تمام. اراعي انه السطر المربع اللي هنشتغله على الغرزه ديت من مضاعفات العدد 8، اذا انا محتاجه عدد يقبل الاسم على 8، وبالتالي هرتفع 8 سلسله في 8 سلسله في 8 سلسله لحد ما بوصل على القياس اللي اخدته. فاول خطوة هبتدي اعملها هشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي، بسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط. انا هرتفع على البداية مش بسلسلة عادية، ولكن هنشتغل الكولة بالمرة. يعني الكولة اللي هنشتغلها هتعتبر معايا عدد الغرز اللي انا هشتغل عليه. اللي حابب يشتغل معايا نفس القياس، انا هشتغل قياس صغير يلبس من سنة لسنتين، طبعا سنتين ونص باطوال مختلفة على القطعة، لكن بنفس البداية. اذا انا هرتفع من مضاعفات العدد 8 سطور في 8 سطور في 8 سطور، وبعد كده بزود 4 سطور اضافية علشان نبتدي الشغل على الكولة. فاحنا هنكون الكولة واحنا بنشتغل السلسلة البداية. بنعمل ايه؟ هنرتفع على البداية ب 8 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هبتدي ان انا افوت اول غرزة على طول، وهنزل على الغرزة رقم 2. طبعا انا بشتغل قياس صغير، وده عرض الكولة اللي انا هشتغلها. تمام. لو بتشتغلي مقاسات كبيرة فوق ال7 او 8 سنين في مطالع، ممكن قوي انك تعرضي الكولة وما تبقاش من 8 سلاسل، ممكن ترتفعي ب 10 12 سلسلة، العرض المناسب على الكولة للقياس اللي بتشتغليه. تمام كده. فانا هنا بعمل ايه؟ هفوت اول سلسلة على طول تحت الابرة، وهروح على السلسلة رقم 2 وهشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. هكرر، هدخل على الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو، وكل غرزة هتقابلنا من على الدور هنشتغل فوقيها غرزة حشو كده لحد اما بنوصل على اخر غرزة. شايفين انا كده وصلت على الغرزة الاخيرة بالشكل ده كده. هنعمل ايه؟ هنرتفع بسلسلة على النهاية وهلف السطر بتاعي. مش هشتغل على الارتفاع، بفوت الارتفاع وابتدي اشتغل على باقي الغرز كلها اللي معايا نفس غرزة الحشو، لكن هنشتغلها على الباك لوب. فانا هنا هوت مش هنزل تحت حلقتين الغرزة كده، لا هفوت الغرزة او الفتلة الامامية واخد بس الفتلة الخلفية بالشكل ده كده، واشتغل نفس غرزة الحشو البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها، واستمر بنفس الطريقة. باخد الفتلة الخلفية واشتغل غرزة حشو، وهكذا على كل غرزة بتقابلنا اشتغل على الباك لوب. كل الغرز اللي بتقابلني بشتغل بس على الغرزة الخلفية غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة لحد النهاية.
هو ده السطر الوحيد اللي هنفضل نكرره من هنا ورايح ولحد طول الكولا اللي هنشتغلها. يعني انا هفضل ارتفع بالسطور من نفس السطر كده، كل مرة باجي على النهاية اشتغل على اخر غرزة بالشكل ده كده، برتفع سلسلة والف السطر بتاعي، بفوت الارتفاع وابتدي على طول من اول غرزة على الدور. بشتغل في الباك لوب، كل الغرز بتاعتي من هنا ورايح تبقى على الفتلة الخلفية وبس بالشكل ده كده، غرز حشو. وهرتفع بنفس الطريقة. انا ارتفعت على القطعة اهو زي ما احنا شايفين ب44 سطر، 40 من مضاعفات العدد 8 و4 سطور في النهاية. يبقى انا المفروض ان انا اشتغل، لو عايزة تشتغلي من غير الكولا وتشتغلي السلسلة، هي بتشتغلي السلسلة من مضاعفات العدد 8 وفي الاخر بتزودي 4 سلاسل. تمام، احنا اشتغلنا السطور بدل السلاسل علشان نبقى كونا الكولا اللي فوق بالمرة بالشكل ده كده. تمام، علشان اسهل معاكم الموضوع، اللي حابب يشتغل معايا نفس الباترون ده بقياسات اكبر زي ما احنا شايفين، انا ارتفعت بيه 44 سطر، ارتفعي بال 44 سطر هما وبعد كده هتشتغلي 8 سطور في 8 سطور لحد قياس محيط دوران الرأس اقل من محيط دوران الرأس ب 2-3 سنتي زي ما اتفقنا كده. وبتبتدي تشتغلي معايا نفس هي الخطوات، بتقسمي التقسيمة بتاعتك وتشتغلي نفس الخطوات. في المرحلة دي عشان نكمل الشغل بتاعنا هنحط التقسيمة اللي هنشتغل عليها الصدر المربع. بالنسبة لي انا هنا عندي 44 سطر، ولو انا قسمت ال 44 على الاربع زوايا هيديني كل زاوية فيهم 11 غرزة او 11 سلسلة، وبالتالي انا على كل ضلع المفروض يبقى فيه 11 غرزة. لكن للتقسيمة بتاعتنا هنا دايما الصدر والظهر بياخدوا اكتر من الاكتاف او اكتر من منطقة الكم، وبالتالي انا هاخد من الكم ده غرزتين ارميهم للظهر، وباخد من الكم ده غرزتين وارميهم على الصدر، وبالتالي بيبقى الكم هنا اقل من الصدر والظهر. تمام كده، انا بالنسبه لي عندي 44 غرزه لكل ضلع 11، وبالتالي انا هاخد من ال11 بتوع الكم هنا غرزتين ارميهم للظهر، هيبقى الكم عندي 9. يبقى الكم ده 9 والكم ده 9، والظهر اصبح بدل 11 رميناله غرزتين بقوا 13، وكذلك الصدر بنفس الطريقه كان 11 واديناله غرزتين بقى 13 زي ما هو موضح على المربع كده. هو ده التقسيمه اللي انا هقسمها على ال 44 سطر بتوعي. لكن انت لو بتشتغلي قياسات مختلفه معايا واشتغلتي قياس تاني، بتشوفي العدد بتاعك بنفس الطريقه بتقسميه على الاربعه، وتشوفي عندك على كل ضلع كام غرزه. بعد كده بتاخدي من الكم ده غرزتين تديهم للظهر، والكم ده غرزتين وتديهم للصدر، وبالتالي بتحطي العلامات بتاعتك وتمشي معايا بنفس الخطوات. فانا هنا زي ما احنا شايفين مع بعض كده قسمت التقسيمة اللي على الجدول عبارة عن ايه. اخدت 1 2 3 4 5 6 7 وحطيت في السابع علامة. تمام، ليه على السابع علامة؟ لانه انا عندي 13 للصدر، والصدر انا هقسمه نصه قبل السطر ونصه في اخر السطر. تمام كده، فاخدت 7 سطور وفي السابع علامة. تمام، بعد كده الكم عندي مكون من 9 سطور، ف1 2 3 4 5 6 7 8 وفي التاسع علامة. ومنطقة الظهر فيها 13 سطر، اخدت ال 13 سطر بتوعي وفي 13 علامة. ثم الكم التاني ب9 سطور، اخدت ال9 سطور وفي التاسع علامة، وبيتبقى معايا هنا على السطر 6 جرز او 6 سطور، وهم باقي الضلع الاول او باقي السبعة اللي كانوا على البداية 7 و6 13. طبعا الغرزة اللي ناقصة هنا مفيش اي مشكلة، ما بتأثرش معانا لو اشتغلناها زي ما هي كده، وممكن بنيجي في نهاية السطر ونزود غرزة. تمام، فانا كده بعد ما قسمنا التقسيمة بتاعتنا بنبتدي نعمل ايه. انا هنا على بداية الدور هرتفع على البداية بسلسلة واحدة بالشكل ده كده، وهلف السطر بتاعي. هنا عندي يعني سطور، كل سطر فيهم هشتغل غرزة حشو، فاول غرزة تحت الابرة على طول هشتغلها غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها، ثم الغرزة اللي بعد كده، واستمر بغرزة واحدة فوق كل غرزة كده لحد ما نوصل على مكان الزاوية. السطر ده مفهوش اي زوايا، بس احنا هنكون سطر منتظم من غرزة الحشو كده. لما بنوصل لغرزة الزاوية بنشيل الماركر او العلامة بالشكل ده، ونحط غرزة حشو مكان العلامة
نفس غرزة الحشو البسيطة، حلقتين وبطلع منها وارجع احط العلامة على مكانها مرة تانية. السطر ده مجرد ان احنا بنحط سطر منتظم من غرزة الحشو كده، يعني مش هنشتغل زوايا، ولكن هاجي على كل مكان ماركر واكمل بغرزة واحدة فوق كل غرزة كده لحد نهاية الدور. سطر منتظم من غرزة الحشو لحد النهاية كده، واتأكد ان انا اشتغلت على اخر غرزة عشان احافظ على استقامة الكيرف. وبعد اخر غرزة كده هرتفع بسلسلة واحدة. المفروض ان انا ادخل اللون الجديد، فانا هنا كده هبتدي ان انا في اخر غرزة حشو المفروض معايا حلقتين اسحب الغرزة دي باللون المختلف بالشكل ده كده. سحبت اللون الجديد، هرتفع بسلسلة واحدة والف السطر بتاعي، ومش هفصل الخيط اللي كنت بشتغل منه، لا هاخده معايا على السطر او على الدور بالشكل ده كده. تمام، كأني بخفيه تحت الشغل بتاعي. وبعد ما ارتفعت سلسلة واحدة كده هاجي على اول غرزة تحت الابرة على طول، اللي هي تعتبر غرزة الارتفاع، وهسحب غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها. تمام كده. بعد كده على الغرزة اللي جاية وعليها الدور هلف الخيط على الابرة، وهدخل اشتغل غرزة عمود بلفة. العمود العادي معايا 3 حلقات، هشتغله حلقتين في حلقتين، ثم على الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل غرزة حشو. اذا انا بنفس التسلسل ده همشي على الدور كله، مرة بشتغل حشو مرة بشتغل عمود بلفة. فبعد الحشو كده هلف الخيط، وعلى الغرزة اللي بعد كده هشتغل عمود بلفة. اتأكد انه الخيط معايا على السطر وانا بشتغل، لانه الخيط ده هينتقل معايا على كل دور. فانا هنا اشتغلت عمود، يبقى الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو، بعد كده عمود، بعد كده حشو. زي ما احنا شايفين وصلت فين؟ وصلت عند اول ماركر او اول علامة، وهنبتدي هنا نشكل اول زاوية. وهشيل الماركر او العلامة، والزاوية بتاعتي هنا بتتكون من 3 غرز بنفس التسلسل الغرز اللي احنا بنشتغلها على الدور. تمام. اذا انا بشوف الغرزة اللي قبل الزاوية على طول كانت ايه؟ كانت عبارة عن غرزة حشو، يبقى الدور اللي جاي على غرزة العمود بلفة. في مكان الماركر هشتغل عمود بلفة. بعد كده هشتغل كمان غرزتين في نفس الغرزة. بعد العمود بشتغل حشو، وبعد الحشو بشتغل عمود. اذا انا بشتغل بنفس التسلسل اللي انا بشتغله من بداية السطر، ما غيرتش اي حاجة، بنفس الطريقة. تمام. دايما ببص على الغرزة اللي قبل الزاوية، لو كانت حشو يبقى بشتغل عمود حشو عمود، ولو كانت عمود بشتغل حشو عمود حشو. يعني بنفس التسلسل بالظبط، مش هغير اي حاجة. الفرق ان احنا بنشتغل 3 غرز بنفس التسلسل لكن على غرزة المارك. تمام، 3 غرز في نفس الغرزة. اذا انا برجع احط العلامة بتاعتي فين؟ يفترض ان انا اشتغلت 3 غرز. بعلم دايما الغرزة اللي في المنتصف. تمام، سواء كانت غرزة حشو او غرزة عمود حسب التسلسل، بعلم الغرزة اللي في النص بالشكل ده كده من ال3، واكمل بقى شغلي بنفس الطريقة. انا اخر حاجة هنا اشتغلتها غرزة عمود بلفة، يبقى الجاية هشتغلها غرزة حشو، واستمر بنفس الطريقة. واحدة بشتغلها عمود، وواحدة بشتغلها حشو، عمود حشو، واستمر كده لحد الماركر. شايفين انا هنا قبل الماركر، ودي اخر غرزة قبل الماركر اهي. المفروض ان انا تدور على العمود بلفة. اشتغلت العمود بلفة بالشكل ده كده. تمام، يبقى هشيل العلامة، والمفروض ان الزاوية بتاعتي هتبتدي بالغرزة حشو عمود، يبقى اللي جاية حشو، يبقى هشتغل هنا حشو وابتدي اكون ال3 غرز في المكان الواحد. ادي حشو، هلف الخيط، بعد كده عمود حشو. اذا انا على الزاوية بشتغل نفس الغرز هي بنفس التسلسل، الفرق ان انا بكون ال3 على نفس المكان. تمام. ودايما ببص على الغرزة اللي قبل الزاوية، اذا كانت حشو يبقى ببتدي الزاوية بعمود، واذا كانت عمود ببتدي الزاوية بحشو. تمام، هنستمر بنفس الطريقة. اخر حاجة اشتغلتها هنا ايه؟ كانت عبارة عن غرزة حشو، فهنبتدي على طول هلف الخيط واشتغل غرزة العمود،
واستمر بقى بنفس الباترون، غرزة حشو وغرزة عمود وهكذا. هكون باقي السطر كله بنفس الطريقة، وعلى الزوايا زي ما قلنا كده بنشتغلها بنفس التسلسل. الفرق ان احنا بنشتغل 3 غرز في المكان الواحد. هستمر ولحد نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور، وخلي بالي في النهاية اتأكد ان انا بشتغل على اخر غرزة. وزي ما احنا شايفين كده انا وصلت على اخر غرزة. اخر حاجة اشتغلتها عمود، يبقى الدور على غرزة الحشو. ودايما الغرزة الاخيرة زي ما احنا شايفين كده بسحبها، لكن بسحب فيها اللون اللي مشي معايا على الدور. شايفين كده انا ما بسيبش الخيط يمشي يعني يبقى تحت الغرز بتاعتي طول ما انا ماشية. الخيط اهو، وانا اشتغلت اخر غرزة غرزة حشو، هسحبها من اللون المخالف بالشكل ده كده. تمام. وبنفس الطريقة بقى هستمر. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنكرر من نفس السطر وبنفس التكرار هو مع الفرق ان احنا كل مرة بنيجي هنا هو بنغير اللون. طب ايه الفرق التاني؟ ان احنا بنعكس الغرز. الغرزة لما تكون بدأناها بحشو نبتديها بعمود، واذا السطر بادئ بعمود نبتديه بحشو، وهكذا. يبقى انا سحبت اللون اللي هشتغل منه، هرتفع بسلسلة. اخر حاجة اشتغلتها هنا كانت حشو، هسحب الخيط بتاعي وهلف السطر بتاعي بالشكل ده كده، واسحب الخيط اللون اللي كنت بشتغل منه السطر السابق هخليه معايا على الدور بالشكل ده كده. واخر حاجة اشتغلناها على الدور السابق كانت حشو، يبقى انا هبتدي بعمود بلفة. فبعمل ايه؟ هشتغل مكان، ممكن ابتدي بارتفاع على طول اللي هو 3 سلاسل، وممكن اشتغل بالطريقة دي ان انا اشتغل في المكان ده اللي هو المكان الاول غرزة حشو سلسلتين، وبكده ابقى بدأت الدور بتاعي بغرزة عمود بلفة. تمام. وبعد كده بقى استمر، اشتغلت عمود يبقى اشتغل اللي جاية غرزة حشو. اذا انا بدلت الغرز، ومباشر كده كل ما بتبدلي الغرزة الاولانية كده بالتسلسل بقى بتبقى كل الغرز اتبدلت معاكي. يعني دايما بس تخلي بالك من الغرزة الاولى، وبعد كده السطر هيمشي معاكي بالعكس لوحده. فانا هنا كده بعمل ايه؟ اشتغلت غرزة حشو، امشي بقى بالتسلسل اللي كنت ماشية بيه. بعد كده غرزة عمود بلف، واتأكد انه زي ما احنا شايفين كده الخيط بينتقل معايا تحت الغرز. بعد العمود هشتغل حشو، وبعد الحشو عمود بلف، وبعدين حشو عمود بلف. زي ما احنا شايفين انا وصلت لحد الغرزة اللي قبل العلامة او الماركر، وفي مكان العلامة بنكون زاوية مكونة من 3 اعمدة وبنفس التسلسل اللي احنا ماشيين بيه. اخر حاجة اشتغلتها عمود اللي قبل العلامة اهي، يبقى الدور على الحشو. بعد العمود هشتغل حشو، وبما اني بشتغل الزاوية فهشتغل 3 غرز مع بعض. ادي الحشو الاول، يبقى هشتغل عمود، وبعدين في نفس المكان ارجع اشتغل غرزة حشو. اذا انا اشتغلت ال3 غرز بتوعي، وارجع احط العلامة بتاعتي دايما على غرزة المنتصف بالشكل ده كده. تمام. وبعد كده استمر بنفس الطريقة. انا اخر حاجة اشتغلتها هنا حشو، يبقى هلف الخيط على الابرة، وعلى الغرزة اللي جاية هشتغل عمود بلف بنفس التسلسل بالظبط. زي ما احنا شايفين هو سطر سهل التكرار جدا. كل اللي عليكي بتعمليه ان انت يعني بتتأكدي انك بتشتغلي عكس الغرزة الاولى، وهي طريقة تشكيل الزاوية هي بنفس التسلسل بنفس الطريقة. كل مرة بنيجي مكان المارك نشتغل 3 غرز مع بعض بنفس التسلسل اللي احنا ماشيين بيه. لو هي بادئة بحشو يبقى حشو عمود حشو، لو هي بادئة بعمود يبقى عمود حشو عمود. تمام كده. فزي ما احنا شايفين بنستمر بنفس الطريقة. ادي العمود، يبقى الدور على غرزة الحشو، واتأكد انه اللون التاني بينتقل معايا على السطر، واستمر غرزة وغرزة بالشكل ده كده لحد مكان الزاوية. شايفين بالشكل ده كده انا استمريت، وهنا كده فاضل عندي غرزة واحدة قبل الزاوية. اخر حاجة اشتغلتها غرزة عمود بلفة. هشتغل الغرزة اللي جاية غرزة حشو زي ما بشتغل يعني عمود حشو، وبعد كده بقابل غرزة الماركر او الزاوية بشيل العلامة، وانا اخر حاجة اشتغلتها حشو، يبقى الزاوية بتاعتي هتبتدي بعمود. فهلف الخيط واشتغل عمود بلفة، وبنفس التسلسل بقى هشتغل حشو عمود بلفة. بشتغل 3 غرز في المكان الواحد بالشكل ده كده،
ودايما بحط العلامة بتاعتي على غرزة المنتصف. يعني ادي واحد، وفي الغرزة اللي في النص بنحط العلامة مرة تانية لانه ده مكان الزاوية على الدور اللي جاي. اتأكد بس انها في المكان السليم بالشكل ده كده. تمام. وبنفس الطريقة بقى زي ما احنا شايفين هو تكرار سطر وحيد هنكرره على طول القطعة. كل مرة بنشتغل بنفس الطريقة والتسلسل. اخر حاجة اشتغلناها هنا عمود، بنكون بعد كده حشو، عمود، حشو، عمود، حشو، ولما نوصل للزاوية بنكون 3 غرز في المكان الواحد حسب تسلسل الغرزة. لو اخر غرزة قبل الزاوية بقى كانت حشو بنبتدي الزاوية بعمود، حشو، عمود. ولو كانت يعني الغرزة اللي قبل الزاوية حشو يبقى بنبتديها عمود، حشو، عمود. يعني حسب تسلسل الغرزة. هو الفرق ان احنا بنبني 3 غرز في المكان الواحد. زي ما احنا شايفين هو سطر وحيد سهل جدا. بنيجي في النهاية ودايما بنرتفع حسب الغرزة اللي احنا نهينا بيها الدور. لو نهينا الدور بحشو يبقى هنرتفع 3 سلاسل او هنرتفع الارتفاع اللي ارتفعناه كده ونبتدي الدور الجديد بعمود. ولو هو عمود بنبتديه بحشو. يعني بنعكس الغرز، دايما نعكس اول غرزة، لو هي حشو تبقى عمود ولو هو عمود يبقى حشو. وبنرجع بالسطر بنفس طريقة العمل كده، ما بنغيرش اي حاجة لحد اما القطعة دي تكبر معانا ونوصل لقياس ابط مناسب، وفي نفس الوقت بنبقى وصلنا لعرض كتف مناسب. بصوا معايا كده، انا قبل ما ارتفع حبيت انهي معاكم السطر ونشوف ارتفاع السطر الجديد. زي ما احنا شايفين كده انا في النهاية فاضل لي غرزة واحدة، اخر غرزة اشتغلتها غرزة حشو. يبقى الغرزة اللي بعد كده غرزة عمود بلفة. بسحب العمود بتاعي بالشكل ده كده. معايا 3 حلقات، هسحب حلقتين، ودايما بسحب اخر حلقتين او اخر غرزة حشو باللون الجديد او اللون التاني علشان اقدر ارتفع من السطر اللي جاي. فبسحب الحلقتين الباقيين من اللون التاني بالشكل ده كده، وبكده ابقى نهيت الدور ده انتهى معايا بايه؟ بغرزة عمود. لازم افتكر كده علشان لما اجي ابتدي الدور اللي جاي ببتدي عكس الغرزة. تمام كده. فانا هنا كده بعد ما نهيت الدور وسحبت اللون التاني، كل اللي احنا بنعمله هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نشوف احنا خلاص نهينا الدور بعمود، يبقى انا المفروض اشتغل فوق العمود ده غرزة حشو. فبرتفع سلسلة واحدة. لو اذكركم ان احنا على السطر السابق ده لما بدأناه بغرزة عمود بلفة. اذا انا ببتدي عكس الغرزة اللي بنهي بيها. لو نهيت بالحشو ببتدي بعمود، ولو نهيت بعمود ببتدي بحشو. تمام. فانا هنا كده خلاص بدأت السطر بتاعي بسلسلة ارتفاع، لاني هشتغل غرزة عمود يعني جوه العمود هشتغل غرزة حشو. فانا هنا كده بعمل ايه؟ لفيت السطر بتاعي واخد اللون التاني معايا على الدور بالشكل ده كده، وابتدي اشتغل مكان الارتفاع على طول. في اول غرزة بشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها. انا كده عكست الغرزة الاولى، اوتوماتيك كده مادام عكست الغرزه الاولى يبقى كل الغرز معايا خلاص كده هتتعكس. فهلف الخيط على الابره، تدور على غرزه العمود بلفه، ثم استمر بقى بنفس الباترون اللي بشتغله كده، غرزه حشو وغرزه عمود بلفه لحد ما بوصل لمكان الماركر اللي هو مكان الزاويه. وفي الزاويه بشكلها بنفس الطريقه، ما بتتغيرش معايا، هو نفس شكل العمل، غرزه حشو وغرزه عمود، غرزه حشو وغرزه عمود، وبنفس التسلسل والدور على الغرزه بنشتغلها. زي ما احنا شايفين ببص على الغرزة اللي قبل العلامة على طول هشتغلها ايه؟ هشتغلها غرزة عمود بلفة، يبقى الزاوية بتاعتي هتبتدي بحشو. اشتغلتها غرزة حشو يبقى الزاوية بتاعتي هتبتدي بعمود. وبنكون ال3 غرز في نفس المكان. هنا انا اخر حاجة اشتغلتها كانت غرزة عمود بلفة، يبقى الزاوية بتاعتي هتبتدي بحشو. ادي حشو، عمود بلفة، حشو. انا كده كونت ال3 غرز مع بعض، ودايما برجع احط العلامة بتاعتي على الغرزة اللي في المنتصف بالشكل ده كده. تمام. وبعد كده بستمر بقى. انا هنا كده نهيت بعمود، يبقى الغرزة اللي جاية وعليها الدور غرزة حشو. زي ما احنا شايفين هو تكرار وحيد كده، انا هفضل اكرره وارتفع. طبعا انا هرتفع بقياس الابط المناسب بالنسبة لي، ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية.
ارتفعت من نفس الباترون زي ما احنا شايفين مع بعض كده لحد ما وصلت للمقاس اللي انا حباه. والقطعة جابت معايا اولا عرض كتف مناسب وكمان قياس ابط مناسب للمقاس اللي بشتغله. لما بنوصل للمرحلة دي كده، وعلى فكرة الغرزة اللي بنشتغلها بتبقى دبل فيس، يعني في وش فيهم بيبقى فاتح ووش غامق، وتقدري تلبسي القطعة على الوشين اذا فنشتيها في النهاية بشكل كويس. تمام كده؟ زي ما احنا شايفين مع بعض على السطر اللي جاي هنبتدي بقى نقفل منطقة الإبط. فانا هنا كده على النهاية، وهبتدي السطر الجديد بشكل طبيعي زي ما بشتغل من بداية الباترون. اخر حاجة كنت اشتغلتها عمود بلفة وسحبت فيه اللون الجديد، وعمود بلفة يعني انا هعكس الغرزة فهرتفع سلسلة واحدة، هشتغل غرزة حشو على اول غرزة كده، ابقى عكست اول غرزة واوتوماتيك بقى هشتغل بنفس التسلسل. الغرزة اللي بعد كده عمود ثم حشو عمود حشو عمود لحد اما نوصل على مكان الماركر. وصلت هنا بنفس الطريقة كده غرزة وغرزة لحد مكان الماركر او العلامة. هشيل العلامة وزي ما بشتغل من بداية الباترون مش هغير اي حاجة. انا هنا اخدت غرزة حشو، بالنسبة لي كانت الاخيرة غرزة حشو، يبقى هبتدي اشتغل العمود على مكان الزاوية. هشتغل عمود بلفة ومش هبتدي اشكل غرزة يعني الزاوية، لكن انا هشتغل بس غرزتين. الغرزتين دول هما ايه؟ هما عمود وحشو بالشكل ده كده بنفس التسلسل. اخدت كده هاخد سلسلتين، تمام، وهتخطى كل الجزء دوت كده واروح عند الزاوية المقابلة عشان اقفل واغلق المكان. اخلي بالي ان انا عشان بشتغل قياس صغير فاخدت سلسلتين، تمام. لكن لو بتشتغلي معايا نفس الباترون لقياسات كبيرة تقدري تاخدي اي عدد زوجي، لاننا بنشتغل طبعا يعني من مضاعفات العدد 2 لاننا بنشتغل غرزة وغرزة، تمام كده. فانا هنا في الزاوية شكلت الغرزتين واخدت سلسلتين وهقفل الباط ده عشان مقاس صغير. لكن لو مقاس كبير اوقات بنبقى وصلنا لعرض كتف مناسب، ولكن دوران الكم بيبقى لسه عايز براح شوية، وبالتالي بناخد سلاسل حرة كده تدينا البراح ده. فاحنا ممكن ناخد 4 سلاسل 6 سلاسل حسب البراح اللي انت حباه، وما تحاوليش تزودي قوي لانه كده كده الشغل الهاند ميد بيمط، والصوف بالذات بيبقى عليه مطة، وبالتالي يعني ما تحاوليش تزودي في السلاسل قوي. ممكن اول حد 6 سلاسل هيبقى كويس. فانا هنا كده زي ما احنا شايفين مع بعض اخدت السلسلتين واشتغلت جوه الزاوية غرزتين بنفس التسلسل عادي، واخدت السلسلتين. طبعا الخيط اللي كنت بنقله معايا على الدور مش هينفع انقله، خلاص انا اخدته في الجزء ده كده، تمام، واقدر اتخلص منه في المرحلة دي. هشيل الخيط اللي انا مش شغاله بيه وهفصله خالص اهو، ما خليتش منه جزء لانه اوريدي دخل تحت الجزء اللي انا اشتغلته على البدايه، تمام. بعد السلسلتين بقى هتخطى كل منطقة الكم دي واروح على يعني الغرزة المقابلة او اللي هي الزاوية المقابلة، وهشتغل نفس الغرزتين بنفس التسلسل. فبعمل ايه؟ انا شلت كده العلامة او الماركر وهتخطى الجزء اهو، وهروح اشتغل ازاي. انا بالنسبة لي عشان اشتغل في الزاوية المقابلة هنا لازم اشوف الغرزة اللي بعد الزاوية على طول. انا هشتغل في غرزة المنتصف. الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو، لو انا عكستها تبقى غرزة عمود. اذا انا عشان اشتغل بنفس تسلسل الغرزة يبقى لازم اشتغل هنا هو عمود حشو عشان يبقى التسلسل الطبيعي لما ابتدي اشتغل على بقية الدور، تمام. يبقى لازم اشتغل الزاوية حسب التسلسل اللي انا شغالة بيه، تمام كده. يبقى انا هاجي على مكان الماركر وهشتغل غرزة عمود بلفة، تمام. وبعد كده في نفس المكان هاخد غرزة حشو واكمل باقي السطر. شايفين الغرزة اللي جاية وعليها الدور غرزة حشو، وبالتالي انا هشتغل غرزة عمود، يبقى انا اشتغلت بنفس التسلسل عمود حشو عمود، والدور هيمشي زي ما كان ماشي بالظبط، تمام. وانت حسب القياس اللي بتشتغليه ممكن تطلع معاكي بالعكس، فتبقى هنا بتشتغل الحشو قبل العمود، تمام. احنا بنحافظ على تسلسل الغرزة. وهنا كده هبتدي بقى اكمل الشغل بتاعي بشكل طبيعي. الغرزة اللي جاية يفترض ان هي تبقى عمود، واللي بعدها حشو، وهكذا عمود حشو عمود حشو. طبعا احنا هنا كده على منطقة الظهر وبنشتغل بنفس طريقة الباترون بالظبط، مش هغير اي حاجة. همشي لحد ما نوصل للمارك التاني علشان نقفل الابط زي ما قفلناه في الاتجاه ده كده.
شايفين كده من مكان ما كنا موجودين ووصلنا منطقة الإبط في الاتجاه ده كده، مشيت بغرزة وغرزة بنفس التسلسل، وانا هنا كده قبل العلامة او الماركر اشتغلت اخر غرزة بالنسبة لي هنا كانت حشو، يبقى الدور على غرزة العمود بلفة، هشيل الماركر او العلامة وهشتغل غرزة العمود. اذا انا بشتغل بنفس التسلسل سواء كانت زاوية او السطر هو بنفس الشكل كده. في حشو يبقى في عمود، اشتغلت العمود اشتغل حشو، انا كده اشتغلت غرزتين جوه يعني الزاوية، واخد السلسلتين الفراغ اللي باخدهم وهتخطى كل الجزء ده كده واروح على الزاوية في الاتجاه التاني واقفل بنفس الطريقة. برضو اخلي بالي من الغرزة اللي بعد منتصف الزاوية هتبقى عبارة عن ايه. هنا هوت انا عندي حشو، تمام، وطالما حشو يبقى انا المفروض ابتدي هنا بحشو عمود علشان ابقى ماشية بتسلسل الغرزة. هروح كده بعد السلسلتين اجي على الزاوية واشتغل الحشو عمود. شايفين الزوايا مش متشابهة، مش بشتغل حاجة ستاندرد، لا بشتغل بنفس التسلسل اللي موجود على السطر. لو كان الدور على الحشو بشتغل، ولو كان الدور على العمود بشتغل. فانا اشتغلت كده حشو وعمود، والدور على غرزة العمود بلفة اهو، وهبتدي اكمل السطر بتاعي زي ما بشتغل من البداية. عندي غرز منتظمة لحد نهاية الدور اهو، هشتغلها غرزة عمود غرزة حشو بالشكل ده كده عكس الغرزة اللي موجودة معايا على الدور لحد نهاية السطر. وطبعا زي ما احنا شايفين احنا هنا في المرحلة دي نبقى قفلنا منطقة الإبط في الاتجاهين. وصلت على نهاية السطر، في النهاية عندي هنا اخر غرزة بالنسبة لي غرزة حشو اهي. اخلي بالي ان انا برضو هسحب اللون التاني اللي كنت بشتغل بيه، لاني هرجع واروح بالسطور، خلاص ما بقاش عندي زوايا، ولكن انا محتاجة للونين علشان اقدر اروح واجي، تمام. ففي اخر غرزة برضو بالشكل ده كده هسحب اللون مرة تانية بحلقة بداية جديدة بالشكل ده، واجي اسحبها في غرزة الحشو، ابقى انا سحبت اللون مرة تانية واصبح معايا على الدور. خلاص كده في المرحلة دي احنا قفلنا منطقة الإبط زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بصوا معايا اصبح السطر بتاعي سطر منتظم. هنفضل نروح ونيجي بالسطور حتى اسفل الإبط. هنا بقى عندي سلسلتين هعملهم معاملة الدور بشكل طبيعي خالص، غرزة وغرزة على يعني تسلسل الغرزة اللي انا شغالة بيه، تمام كده. فانا هنا من مكان ما احنا موجودين طبعا سحبت اللون التاني مرة تانية، وهبتدي انقل معايا اللون، مش هفصله بقى خلاص زي ما كنا بنشتغل من بداية الباترون كده، هفصل هودي اللون ده على السطر عشان ينتقل معايا. فانا اخر غرزة بالنسبة لي كانت غرزة حشو، وسحبت اللون التاني مرة تانية بنفس الطريقة اللي بنشتغلها من بداية الباترون، مش هغير حاجة. فبرتفع سلسلة كده وبلف السطر بتاعي واسحب اللون التاني ده معايا على السطر برضو عشان ينتقل خلاص، تمام كده. وهشتغل عكس الغرزة، كانت غرزة حشو اللي نهيت بيها، يبقى انا هبتدي بغرزة عمود بلفة. انا بشتغل مش ارتفاع، بشتغل غرزة حشو سلسلتين، وبكده بقى ارتفعت باول عمود، تمام كده. بعد ما اشتغلت بالطريقة دي هبتدي بقى خلاص كده الاوتوماتيك ان الغرز اتعكست معايا، احافظ ان انا اخد على السطر معايا اللون اللي كنت بشتغل بيه اللي هو التاني، تمام كده. وبعد ما اشتغلت العمود يبقى الدور على غرزة الحشو، فهشتغل الحشو على مكانه بالشكل ده كده، واستمر بقى زي ما بشتغل غرزة وغرزة، غرزة عمود غرزة حشو غرزة عمود غرزة حشو، وهستمر كده لحد نهاية الدور. حتى اسفل الإبط اصبح عندي غرزتين عاديين خالص هشتغل عليهم، سلسلتين هشتغل بنفس تسلسل الغرزة. لما اجي هنا كده هشتغل اذا كان الدور على الحشو هشتغل حشو عمود، واذا كان الدور على العمود يبقى هشتغل عمود حشو، واستمر كده لحد نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور، شايفين حتى اسفل الإبط اشتغلت بشكل طبيعي خالص غرزة وغرزة على السلاسل، واصبح عندي سطر منتظم من نفس الغرزة كده بنفس التسلسل. وانا هنا على النهاية وبشتغل اخر غرزة، اخر غرزة اشتغلتها هنا حشو، يبقى الدور على العمود. هاخد العمود بتاعي بشكل طبيعي على اخر غرزة كده، هاخد حلقتين وارجع في الحلقتين التانيين بسحب اللون التاني بالشكل ده كده علشان اشتغل الدور اللي جاي.
طبعا انا هشتغل بقى من نفس باترون الغرزه كده رايح جاي بالسطور، ما بقاش عندي اي زوايا، حتى اسفل الابط بقت سطر عادي خالص، غرزه وغرزه. كل اللي هخلي بالي من هنا يعني بالي منه من هنا ورايح هو انه ابدل الغرزه الاخيره. فانا هنا نهيت بغرزه عمود بلفه، يبقى اذا هرتفع غرزه حشو، هرتفع سلسله والف السطر بتاعي واتاكد ان انا بنقل اللون معايا على الدور بالشكل ده كده. هشتغل على طول على الغرزه الاخيره كده غرزه حشو، ابقى انا عكستها، وبالتالي اوتوماتيك كل الغرز معايا هتتعكس. ما دمت عكست الغرزه الاولى يبقى اوتوماتيك بقى همشي غرزه وغرزه، ادي غرزه عمود وغرزه حشو وهكذا هستمر بنفس الطريقه. بستمر قد ايه؟ برتفع بالقطعه طبعا لحد الطول اللي انا حباه. طبعا بنحتسب القوط اللي هنشتغله على النهايه من الطول الكلي، وبالتالي انا هرتفع ونرجع نشوف الخطوه اللي جايه. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين، وصلت للطول اللي انا حباه. بعد كده بنكون القوط اللي تحت، وانا على نهاية الدور وسحبت اللون اللي عليه الدور، وبتوقف عند اللون اللي هشتغل منه الاطار بالشكل ده كده. هشتغله من اللون الغامق زي الرقبة، فانا وقفت عند السطر ده كده، وهبتدي ان انا افصل اللون الفاتح مش هحتاجه، وهكمل الدور اللي جاي. وانا هنا من مكاني بالشكل ده كده هبتدي ارتفع ب6 غرز، 1 2 3 4 5 6. والست غرز دول يعتبروا معايا عرض القوط اللي انا هشتغله. وطبعا لو بتشتغلي قياسات كبيره وحابه تعرضيه اكتر من كده ممكن ترتفع ب7 8 العرض المناسب على القياس. انا بالنسبه لي كده زي ما احنا شايفين، بعد ما ارتفعت هبتدي اعمل ايه؟ هفوت اول غرزه على طول اسفل الابره، وهبتدي اشتغل على باقي الغرز. انا ارتفعت ب6 غرز، يبقى هفوت السلسله اللي تحت الابره كده، وهدخل في السلسله اللي بعدها وهشتغل 1 2 3 4 والغرزة الخامسة والأخيرة. وانا كده وصلت على مكان الجاكيت مرة تانية زي ما احنا شايفين كده. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ هلف السطر بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه، وهبتدي ان انا اخد منزلقة على الغرز اللي موجودة عندي زي ما احنا شايفين كده. انا بعد ما قلبت الشغل بتاعي كده هاجي على الغرزة اللي عليها الدور اهي، وهنزل تحت حلقتين الغرزة عادي خالص، وهاخد غرزة منزلقة، بطلع من الحلقة اللي على الابرة، وبعد كده الغرزة اللي بعدها على طول برضو تحت حلقتين الغرزة وهاخد غرزة منزلقة. ابقى انا كده وصلت الجزء اللي انا اشتغلت منه بالشكل ده كده، منزلقة في منزلقة. تمام. وبعد كده بعمل ايه؟ بلف الجاكيت بتاعي مرة تانية علشان ارجع على الغرز اللي انا كونتها ديت، بس هشتغلها على الباك لوب او على الفتلة الخلفية. يفترض ان انا عندي 5 غرز هنا، لاني فوتت الارتفاع، كنت مرتفعة ب6 واشتغلت على 5، يبقى انا عندي 5 ثابتين هشتغل عليهم على طول. تمام. حسب بقى ما انت هترتفعي. انا هنا هو كده هبتدي اشتغل 1 2 3 4 5. ادي الغرزة الخامسة اللي عليها الدور، بس هشتغلها على الباك لوب كده الفتلة الخلفية، وهاخد غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين بالشكل ده كده، وبطلع منها بدون اي ارتفاع ولا اي حاجة. وبعد كده بقرر بقى الغرزة اللي عليها الدور هشتغلها على الباك لوب، وكل غرزة من الغرز اللي احنا كوناها كده هنشتغلها على الباك لوب بغرزة الحشو البسيطة بالشكل ده كده لحد ما بنوصل على اخر غرزة. بعد ما بنوصل على اخر غرزة كل اللي احنا بنعمله بيبقى تكرار بقى. تمام. بفضل رايحة جاية بالسطور على الجزء ده كده، وكل ما بوصل للجاكيت باخد غرزتين منزلقة. تمام كده. انا هنا بقى في النهاية بعمل ايه؟ برتفع سلسلة وبلف السطر بتاعي بالشكل ده كده. تمام. وبرجع مرة تانية بنفس الطريقة، الارتفاع ما بشتغلش عليه، وبشتغل على طول من اول غرزة من على الغرز بتاعتي، وبرضو هشتغلها على الباك لوب. كل الغرز بتاعتي بعد كده على السطور اللي جايه هتبقى على الباك لوب وبس، على الفتله الخلفيه كده بكون غرز حشو من الغرزه البسيطه زي ما احنا شايفين اللي هي حلقتين، وبنطلع منها لحد اما بوصل لاخر غرزه. لما بوصل لاخر غرزه بالشكل ده بعمل ايه؟ وصلت على الجاكيت. كل ما بوصل على الجاكيت باخد غرزتين منزلقه. الغرزه اللي جايه وعليها الدور اهي. تمام. بنزل تحت حلقتين الغرزه عادي خالص واسحب منزلقه، ثم الغرزة اللي بعد كده برضو بنفس الطريقة بدخل واشتغل منزلقة.
ومن عند الجاكيت ما بنرتفعش، بنرتفع بس سلسلة من هنا وبنتجاهلها ونرجع بالدور. لكن لما بنوصل هنا كده ونشتغل الاتنين منزلقة بلف بالدور على طول بالشكل ده كده بدون اي ارتفاع، وابتدي اشتغل على الاطار مرة تانية. بشتغل على ال5 غرز بتوعي، وبرده على الباك لوب زي ما احنا شايفين كده نفس الغرز، غرز الحشو. باخد غرزة فوق كل غرزة كده على يعني المجموعة الغرز اللي انا ارتفعتها على الكوت، اللي هي تعتبر معايا انا 5 غرز بالشكل دول كده. لما بوصل على النهاية بعمل ايه؟ شايفين انا على نهاية الكود فبرتفع سلسلة والف السطر بتاعي وارجع بالدور مرة تانية. ما بشتغلش على سلسلة الارتفاع، لكن على اول غرزة على طول من ال5 كده، وبسحب غرز حشو مرة تانية لحد الجاكيت بالشكل ده كده. انا ما حبيتش افصل الجزء ده علشان يبقى الكوت واضح، اشتغلناه قبل كده على جاكيت غرزة البابل. تمام، وفي ناس سألتني عليه. تمام، انا هنا كده بعد ما بوصل للجاكيت مرة تانية بعمل ايه؟ باخد منزلقة في منزلقة، الغرزة اللي عليها الدور اهي. تمام، بسحب منزلقة واللي بعدها منزلقة، ومن هنا كده ما برتفعش ولا اي حاجة. لما بكون على الجاكيت ما برتفعش، بلف على طول السطر بتاعي بعد ما بشتغل المنزلقة كده، وارجع مرة تانية على الباك لوب من اول غرزة عندي كده غرز حشو لحد النهاية. برتفع سلسلة وارجع بالدور مرة تانية، اشتغل 2 منزلقة وبرجع بالدور، وهكذا بقى هفضل اكرر بنفس الطريقة كده لحد اما نوصل على نهاية الجاكيت. يعني زي ما احنا شايفين كده بيتكون معايا الاطار السفلي او الكوت، وهيفضل يتكون معايا لحد ما نخلص الجاكيت كله على المرد في الاتجاه التاني. شايفين اتكون معايا الاطار بالشكل ده كده، وانا هنا على النهايه متبقي معايا يعني سطر واحد هنشتغله مع بعض. زي ما احنا شايفين انا ارتفعت ارتفاع عادي خالص وهرجع بالدور. تمام، انا كده على النهايه. وهنا الوضع بيختلف من قياس للتاني. المفروض ان انا لما بوصل للجاكيت كده باخد 2 منزلقه. تمام، اذا لقيت غرزتين منزلقه باخدهم عادي، لكن انا هنا عندي غرزه واحده متبقيه هي نفس الغرزه الوحيده دي هاخدها منزلقه برضو كده. وبكده نبقى نهينا الاطار وانتهى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. شايفين ده شكل الرقبه نفسها اللي احنا اشتغلناها على البدايه. انا هنا كده خلاص بعد ما خلصت باخد سلسله تأمين وهرفع الخيط وهقص. وزي ما احنا شايفين كده يبقى كونا الاطار السفلي بالشكل ده كده. وفي المرحله دي هبتدي اشتغل على المرد. انا هوصل الخيط بالشكل ده كده اللي هشتغل منه المرد بحلقه بدايه جديده من على يعني اسفل الاطار بالشكل ده كده. تمام، وبعد كده هبتدي ارتفع بسلسله واحده. هشتغل الاطار عادي خالص من غرزه الحشو فتحت الابره على طول في نفس الغرزه اللي وصلت فيها كده، وهشتغل غرزه حشو من الغرزه البسيطه اللي هي حلقتين وبطلع منها، وهستمر بنفس الطريقه كده على كل سطر. المفروض ان انا هنا على عرض الشغل ممكن اخد اطراف الخيط دي تختفي بالمره بالشكل ده كده على السطر، وكل سطر هيقابلنا بنشتغل غرزه حشو واحده بالشكل ده كده. تمام، وهستمر بقى لحد اما اوصل على مكان الرقبة فوق بنفس الطريقة كده. هحاول ان انا اخد اماكن منتظمة واشتغل بنفس غرزة الحشو البسيطة كده لحد فوق. حتى على السطور الالوان هنا زي ما احنا شايفين كده هاخد على كل سطر فيهم باخد غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده. تمام، عشان ما نشتغلش تزايد، يبقى على كل سطر بنشكل غرزة واحدة كده لحد فوق. اشتغلت بنفس الطريقة كده ووصلت فوق، وهنا كده انا على اخر غرزة على الرقبة نفسها اهو. وهبتدي ان انا اخد غرزة الحشو الاخيرة وهرتفع سلسلة، وكل اللي انا هعمله هلف السطر بتاعي بالشكل ده كده، وهرجع بشكل راجع على الغرز المنتظمة عندي خلاص من اسفل الابره على طول على اول غرزه اللي هي غرزه الارتفاع، وهشتغل اول غرزه حشو واستمر بقى غرزه فوق كل غرزه كده لحد النهايه. طبعا انا هرتفع من نفس السطر كده واقرر بالعرض المناسب على الاطار واللي انا محتاجاه. طبعا هشتغل السويتر مفتوح يعني مش هتقيد بيه زراير او كده، خاصه وان الغرزه دبل فيس واقدر استخدمها على الوشين. وبالتالي انا كل اللي انا هعمله هرتفع بسطور من غرزه الحشو زي ما احنا شايفين كده. كل مره بروح على النهايه برتفع سلسله وارجع مره تانية، وطبعا بالعرض المناسب اللي بنشتغله على القياس او القطعه.
زي ما احنا شايفين كده انا ارتفعت ب3 سطور بس، والعرض ده مريح بالنسبه لي، مش هرتفع اكتر من كده. وطبعا زي ما قلت لك انت وراحتك ممكن تعرضي الاطار ده، خاصه لو بتشتغلي قياسات كبيره قد او المسافه اللي انت حباها على الباترون. انا هنا كده في النهايه بعد ما اشتغلت ومش هرتفع من جديد، هبتدي بعد اخر غرزه بالشكل ده كده اخد سلسله تأمين وهرفع الخيط وهقصه. طبعا هرجع اوصل الخيط على المرد في الاتجاه التاني، شايفين معايا كده؟ هبتدي اوصله على الاتجاه التاني وامشي نفس عدد السطور رايح جاي علشان نبقى كونا المرد على الاتجاهين. زي ما احنا شايفين انا اشتغلت المرد على الاتجاه التاني، وفي المرحلة دي هبتدي اشتغل قطعة الجيب. فهنبتدي حلقة بداية جديدة، وهنرتفع ب 14 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 14 غرزة بالشكل ده كده. وبعد كده بتجاهل اول سلسلة تحت الابرة على طول، وفي السلسلة التانية هشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها، وهكرر الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو، واستمر على مدار الدور الاول كله. كل غرزة بتقابلنا كده ولحد النهاية هنشتغل غرزة حشو واحدة. اشتغلت غرزة حشو واحدة لحد نهاية الدور، وبعد اخر غرزة بالشكل ده كده هرتفع على بداية الدور رقم 2 بسلسلتين ارتفاع النص عمود، وهلف السطر بتاعي بالشكل ده كده. الارتفاع بيحل محل اول غرزة، وهلف الخيط على الابرة الغرزة اللي جاية وعليها الدور، هنزل تحت حلقتين الغرزة بشكل سليم كده، وهسحب نص عمود اللي هي 3 حلقات وبطلع منهم كلهم مرة واحدة، وهكرر بلف الخيط. الغرزة اللي بعد كده هشتغل نص عمود، وعلى مدار الدور كله هنكرر كده. كل غرزة بتقابلنا بنشتغل بنفس الطريقة غرزة نص عمود واحدة ولحد النهاية. وصلت على نهاية الدور وهشتغل اخر غرزة. اخلي بالي بتبقى واخدة كيرف شوية، احافظ على استقامة الكيرف، ولو بتلخبط اعد الغرز بتاعتي كويس علشان ابقى اشتغلت بشكل مظبوط وسليم. على الدور اللي جاي هرتفع بسلسلتين وهلف السطر بتاعي. هنشتغل بريد امامي وخلفي بغرزة النص عمود، هلف الخيط، الارتفاع بيحل محل اول غرزة، وعلى الغرزة التانية على طول هنزل بشكل البريد الامامي من تحت الغرزة بالشكل ده كده، شايفين؟ من تحت الغرزة، وهسحب الخيط وهشتغل من نفس الغرزة نص عمود 3 حلقات وبطلع منها، وهلف الخيط على الابرة الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغلها بريد خلفي من ورا السطر بالشكل ده كده. بسحب الغرزة للداخل وهسحب الخيط وهشتغل نفس الغرزة غرزة نص عمود بالشكل ده كده، واستمر بقى على الدور كله بنفس الطريقة. هلف الخيط، غرزة بشتغلها بريد امامي من قدام السطر بالشكل ده كده، والغرزة اللي بعدها بشتغلها بريد خلفي من ورا السطر، بسحب الغرزة للداخل بالشكل ده كده واسحب النص عمود. وبالتكرار بقى بنفس الطريقة كده هشتغل غرزة امامية وغرزة خلفية لحد ما اوصل للنهاية. وصلت على نهاية الدور بالشكل ده كده، واخلي بالي انه اخر غرزة ولا بتبقى بريد امامي ولا خلفي، بشتغلها فقط على سلاسل الارتفاع. بيبقى في عندي سلسلتين، فبلف الخيط واخش في السلسلة التانية كده واسحب نص عمود عادي خالص على مكانه، وبكده ابقى نهيت الدور بشكل مظبوط وسليم. وزي ما قلنا نخلي بالنا ونحافظ على الاستقامة اللي في النهاية هنا علشان تبقى القطعة مظبوطة معايا. كل اللي هنعمله ان احنا هنرتفع من نفس السطر السابق كده غرزة بريد امامي وخلفي بالنص عمود لحد يعني طول الجيب اللي انا محتاجاه. طبعا مش لازم تلتزمي بالعرض والطول اللي انا اشتغلته، انا بشتغل قياس صغير واشتغلت المقاسات المناسبة على القياس بتاعي، لكن لو تشتغلي قياسات كبيرة تقدري انك تعرضي وتطولي الجيب زي ما تحبي. انا هنا بنفس الطريقة كده كل مرة بنعمل ايه، بنرتفع سلسلتين وبنلف السطر بتاعنا، الارتفاع بيحل محل اول غرزة على طول، وبعد كده بقى هشتغل بريد امامي وخلفي حسب الغرزة اللي عندي. فاول غرزة هتقابلني اهي بريد امامي بارزة للامام، فهلف الخيط واشتغلها برضو بريد امامي بالشكل ده كده، والف الخيط. الغرزة اللي بعد كده بريد خلفي بسحبها برضو بريد خلفي، وزي ما احنا شايفين هبتدي اكرر على مدار الدور. الغرزة الامامية بشتغلها امامية بالشكل ده كده واسحب النص عمود، والغرزة الخلفية برضو بشتغلها خلفية زي ما هي وبسحب النص عمود. باجي على نهاية الدور بغرزة وغرزة هنا، وبشتغل غرزة عادية خالص على السلسلتين الارتفاع في النهاية علشان انهي الدور، وبرتفع سلسلتين ونرجع بالسطر مرة تانية. طبعا هرتفع بطول الجيب ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية.
ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين مع بعض كده بنفس الطريقة، وطبعا اخلي بالي ان انا برتفع بنفس عدد السطور اللي ارتفعتها على الجيب الاول، وطبعا بنبقى بادئين بنفس العرض. بعد ما بوصل بالشكل ده كده على الطول اللي انا محتاجاه، هنشتغل سطر اخير من غرزة الحشو زي ما بدأنا القطعة كده بغرزة حشو عشان تبقى البداية والنهاية بالشكل النضيف. هنعمل ايه؟ هنرتفع بقى سلسلة واحدة كده ونلف السطر بتاعنا، والارتفاع ده مش هحسبه غرزة، ولكن في نفس مكان الارتفاع تحت الابرة على طول وتحت حلقتين الغرزة بشكل مظبوط هسحب غرزة بسيطة من غرزة الحشو حلقتين وبطلع منها، واستمر الغرزة اللي جاية وعليها الدور برضو غرزة حشو. بشتغل في اماكن الغرز العادية خالص، كل غرزة هتقابلنا بالشكل ده كده بنشتغل من الغرزة البسيطة غرزة حشو فوق كل غرزة، ولحد اما نوصل على نهاية الدور. وصلت على النهاية، وخلي بالي على اخر غرزة في سلاسل الارتفاع لازم اشتغلها بشكل طبيعي بالشكل ده كده، وكده ببقى نهيت الدور. وهنا كده هاخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط وهقص. وهنا كده اي زوائد موجودة معايا ببتدي الضمها على ابرة التنظيف، وعلى جانب الجيب بالشكل ده كده بدخل بسراجة عادية خالص تحت الغرز. لما بتخش معايا مع مجموعة من الغرز بالشكل ده بتخلص من الزيادة وبقصها. طبعا اي زوائد معايا هنضفها بنفس الطريقة. وزي ما احنا شايفين بحاول اثبت القطعة اللي اشتغلتها بإبرة التنظيف او دبابيس ايا كان علشان اقدر اثبت الاضلاع بتاعته. بثبتها بخياطة عادية خالص من اللون، نفس اللون اهو، ابرة وخيط عاديين تمام. وهبتدي اخيط خياطة عادية، واخلي بالي ان انا اثبت في نفس الاماكن بالظبط اللي انا ثبت فيها القطعة على الاتجاه التاني علشان يطلع مظبوط معانا. بعد ما ثبتناه بالابرة لينا كده بيبقى سهل جدا ان انا بقى احافظ اشتغل على استقامة واحدة بالسطر، يعني اخد السطر علامة ليا بالشكل ده كده وابتدي اخيط عادي خالص. شايفين كده؟ احاول تكون الخياطة بتاعتي مخفية وما تظهرش من الاتجاه او الجانب التاني، لا بتبقى مخفية ما بين الغرز بالشكل ده كده. وكل اللي انا هعمله بقى ان انا هثبت الجيب على مكانه في الثلاث اضلاع، وطبعا بسيب اللي هو الجزء المفتوح اللي من فوق. شايفين خياطة عادية خالص، وهنلف بقى بنفس الشكل كده لحد ما يثبت معانا. ثبتنا الجيبين بالشكل ده كده، وفي المرحلة دي بقى بنبتدي نلضم زيادة الخيط على ابرة التنظيف وعلى خلفية الجاكيت كده او اسفل الغرز. عامة هو زي ما قلت لكم دبل فيس وتقدري تلبسيه على الوشين، وبالتالي تحت الغرز بالشوية بالشكل ده كده بدخل الزيادة بتاعتي، وبعد كده بتخلص من الزيادة وبقصها. طبعا اي زوائد خيط موجودة معايا هنضفها بنفس الطريقة. وزي ما احنا شايفين كده نبقى انتهينا من الباترونات القيمة جدا اللي اتمنى انك تجربيها معايا. ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك. اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كولكشن، وفعلوا شرط الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.